بيبدأ فيلمنا مع بطلتنا سي اللي بتحكي لنا قصة حياتها وعقدها مع الحب والارتباط من أيام الابتدائية لحد الثانوية. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. في الأول بتقول لنا سي إنها لما كانت في الابتدائية كانت معجبة بابن عمها وراحت كتبت له رسالة قالت له فيها أنا بحبك، فهو رد عليها في نفس الرسالة وقال لها وأنا كمان بحبك. والبنت كانت فرحانة جدا وما كانتش مصدقة نفسها، ما هو أول حب في حياتها بقى. لكن للأسف فرحتها ما كملتش، عشان في نفس اليوم بالليل يسافر ابن عمها مع أهله وينتقل لمدينة تانية، ومن يومها ما شافوش بعض لحد النهاردة. وهي فضلت لوحدها، ومع السنين كل ما تكبر تكتشف إن شعرها مجعد زي شعر أبوها، وده كان عامل لها عقدة نفسية لأن أختها توأمها اللي اسمها هي شعرها ناعم جدا طالعة زي أمها. المهم إن سي كانت بتحاول كل المحاولات عشان تفرد شعرها ويبقى ناعم، بس مفيش فايدة، وده كان مطفش منها كل الشباب لدرجة إنها حبت ابن الجيران وراحت برضه بعتت له رسالة قالت له فأنا بحبك. فهو كان جه علشان يرد عليها، ولما شاف أختها أعجب وارتبط بها بدلها، والبنت يعني بقت وحيدة تاني. بس ده ما يمنعش إنها كانت متفوقة في الدراسة وبتطلع من الأوائل، وعندها أصحاب حلوين لذاذ بيحبوها وهي كمان بتحبهم. أما أختها فكانت أنانية ومغرورة وبتحب تاخد كل حاجة منها، والمشكلة إن أمها كانت واقفة في صف أختها ما شعرها ناعم بقى. تاني يوم بتخرج تروح المدرسة، وفي الطريق بيقابلها هيون، وده بقى بيكون أجمل شاب في المدرسة كلها وحلم كل البنات، وكلهم نفسهم يرتبطوا بيه ومن ضمنهم بنتنا سي. وهيون لما بيشوف سي بيشاور لها، فاصحابها البنات بيستغربوا وبيسألوها ايه ده انتوا تعرفوا بعض؟ فقالت لهم لا ابدا ما نعرفش بعض ولا حاجة. كل ما في الموضوع انها رجعت فلاش باك قبلها بيوم وكانت بتعوم عند الشط، والمكان ده محدش يعرفه ولا بيروحوا غيرها هي وبس. لكن بالصدفة هيون هو كمان كان بيعوم في نفس المكان ده، ولما شافها قال لها انا كنت فاكر ان انا بس اللي باجي هنا ومحدش غيري يعرف الشط ده، بس عشان كده هو عارفها وشاور لها. المهم انها بتحب تعرفه انها معجبة، فبتروح تشتري له ازازة عصير وبتكتب له عليها اول حرفين من اسمها. فموظفة السوبر ماركت بتقول لها ما تتعبيش نفسك، 55 بنت سايبين له عصير زيك هنا وكاتبين له عليها اسمائهم. نصيحة مني لو عايزة تلفتي نظره يبقى لازم تفكر في طريقة جديدة. فهي سمعت كلامها واخدت العصير وشربته وبدأت تنفذ الخطة الجديدة، وراحت عند الشط وسابت التيكت اللي عليه اسمها بتاع المدرسة على هدومها ونزلت تعوم في المية، لأنها متخيلة إن هيون هيجي يعوم زي كل يوم، ولما يشوف اسمها هيتعرف عليها ويفتح كلام ويرتبطوا، وبكده هتبقى فازت بقلبه. وفعلا بيجي بطلنا بس مش هيون، لأن البطل بيكون شاب انطوائي خجول على نياته واسمه سوك، وبيشوف اسمها فالهوا كان هيطير هدومها وهو من طيبته رمى نفسه ورا اللبس عشان يلحقه، لكنه للأسف ما بيعرفش يعوم، وهي لما شافته انقذته. وبعد ما خرجته لقيت لبسها عايم في المية فزعقت له وقالت له بما انك مش بتعرف تعوم نزلت البحر ليه؟ ولما بيجي تاني يوم بيدخل المدرس وبيقول لهم رحبوا يا اولاد بالطالب الجديد اللي لسه منقول معانا، وبيكون هو سوك، بس هنا رجليه بتكون مكسورة والمفروض انه صايد سنة، يعني اكبر منهم كلهم بسنة واحدة. ولما الاتنين بيشوفوا بعض بيتفاجئوا، خصوصا انهم هيبقوا في فصل واحد، فبتقوم تسأله اذا كانت الاصابة اللي في رجله دي بسبب اللي حصل عند الشط ولا لا، فقال لها ايوه. وفي نفس اليوم بعد ما بيخرجوا من المدرسة بتكون الدنيا بتمطر، وهي ساعتها بتشوفه مش عارف يمشي لانه شايل شنطتين وشمسية، حاجة اخر بهدلة، فبيصعب عليها وبتروح تساعده. وفي اليوم اللي بعده بتاخد الشلة وبيروحوا يتعرفوا عليه، والحقيقة ان الشلة كلها كانت جميلة مجانين عكس سوك اللي كان على طبيعته هادي قوي وبيتكلم يا دوب بالعافية. مرة واحدة وهم متجمعين اثناء البريك فجأة هيوم بيخبطها بالكرة في راسها وبيجي عشان يطمن عليها، فهي عينيها بتربش ومش بتبقى قادرة تتكلم من الكسوف، وصاحبتها بيهمها انه خبطها عن قصد لانه عيونه بتقول انه معجب بيها وعايز يلفت نظرها. فسوك بيقول لهم انا مش شايف انه متعمد وانتوا اللي بيتهيألكم، ودي كانت الحقيقة فعلا لان هيون مش في دماغه ولا حاسس بيها ولا شايفها اصلا. المهم بيكون في بنت تانية في المدرسة شعرها مجعد، وفي يوم من الايام بتيجي وهي شعرها بقى ناعم زي الحرير، فبتجري سي عليها زي المجنونة وبتسألها عملت ايه في شعرها عشان يبقى باللمعان ده كله. فالبنت اللي اسمها سيول بتعرفها انها راحت لصالون تجميل بتاع واحدة اسمها روز وعملت تقنية جديدة اسمها الوصفة السحرية هتخلي شعرك من هدية. فبطلتنا بعد ما خلصت المدرسة طلعت جري على صالون التجميل وبتسأل السيدة روزي التركيبة السحرية بكام عشان روز تصدمها وتقول لها انها ب2000 وون بس، لكن ما كانش معاها غير 5 وون بس. لكن بالصدفة بتعرف من كلامها روزي انها تبقى ام سوك،
وتاني يوم بعد المدرسة بتروح تقابل سوك عند المحل وبتعمل نفسها انها قابلتها بالصدفة، ولما بيقولها ان صالون التجميل ده بتاع امه بتدخل على طول تتعرف عليها، وطول القعدة بتعرفها انها هي اللي انقذته من الغرق وبتساعده في المذاكرة وحاجات تانية كتير، كل ده عشان الست تعمل لها التركيبة ببلاش. لكن روزا عرضت عليها عرض تاني، وهو لو سي خلت بالها من سوك وساعدته لحد ما رجليه تخف هتعمل لها التركيبة ببلاش. فبنتنا ما صدقت تحقق حلمها عشان تعجب حبيبها هيون وتلفت نظره، وبقت بتساعد سوك بطريقة اوفر لدرجة انها كانت بتلبسه الجزمة في رجليه وحاجات تانية كتير. وفي مرة من المرات بتاخده معاها لمكانها السري، والمكان ده كان عبارة عن مستودع قديم فيه كتب وروايات كتير، فبتسأله ايه رأيك تقرا رواية، فقال لها انه ما قراش ولا مرة قبل كده، ودي كانت صدمة بالنسبة لها، وبدأت تعوده وتحببه في القراءة. ومع الوقت كانت هي وهو كل يوم رايحين جايين مع بعض، لحد ما بيبان على سوك انه بدأ يتعلق بيها، بس هي كان كل تركيزها مع هيون، ومن كتر ما هي متعلقة بيه كانت عايزة تنجح في الاختبار وتطلع من الأوائل، علشان اللي بيطلعوا من الأوائل المفروض بيتنقلوا لقاعة حديثة مزودة بأحدث الإمكانيات، ودي بتكون القاعة الوحيدة اللي مسموح للطلاب فيها بالارتباط من إدارة المدرسة. وبعد يومين بتظهر نتيجة الامتحان، واللي بيفوز بالمركز الأول هو ابننا سوك، ومن ضمن القوانين إن ممكن الطالب يتنازل عن مقعده في القاعة لطالب تاني حتى لو ما نجحش في الامتحان. وعشان كده بنتنا فرحت لما لقت سوك نجح، ما تعرفش إنه ذاكر وسهر وتعب مخصوص علشانها وعشان يحقق لها حلمها حتى لو هتروح لواحد تاني غيره. بس للأسف الحلم مش بيكمل، لأن هيون مش بينجح في الامتحان أصلا. بعدها بكام يوم سوك بيخف أخيرا وبيشيل الجبس، وهي من فرحتها بتتنطط خلاص هتعمل شعرها وهيبقى ناعم. لكن الغريب لما أم سوك بتشكرها على اهتمامها بابنها، هو بتقولها دلوقتي جه الدور عليا يلا اعمل لك الجلسة، هي رفضت وقالت لها مش هعملها دلوقتي غير في الوقت المناسب. تاني يوم بيكون في مباراة بيلعبوا فيها الشباب والبنات عادي، وكل لاعب ولد معاه شريكته والمفروض انه يحميها من الكورة، لانها لو جت فيها هيخسروا وهيطلعوا بره. وسوك بيطلب من سي تكون شريكته فبتوافق، وبيفضلوا يلعبوا لحد ما الكل بيخسر وبيخرج من المباراة ما عدا بطلنا وبطلتنا هيون وشريكته، اللي كان سوك خلاص هيطلعهم في اخر جولة وهيفوز. لكن سي ما قدرتش تتحمل ان الكرة تخبط هيون، فاخدت هي الخبطة بداله وخسرت هي وسوك، اللي ما فكرتش فيه ولا في تعبه، مع انه طول الماتش كان بيحاول يحميها وما تحملش ان الكرة حتى تلمسها، وعشان كده زعل منها وسابها مرمية على الارض ومشي. وفي يوم من الايام ابوها بيشتغل مصور في المدرسة، والمفروض انه هيصورها هي وسوك في اعلان خاص، فهي بتبقى متضايقة من شعرها لانه مغلبها كتير، فرد عليها سوك وبيقول لها انه معجب بشعرها قوي. وتاني يوم بتروح عندهم الصالون عشان تعمل جلسة التنعيم، وروز بتطلب من ابنها يغسل لبطلتنا شعرها، بس هو بيتعمد يحط لها بلسم عشان ما تعملش الجلسة لأنه بيحب شعرها على طبيعته. بس برضه أمه بتغسل لها شعرها وبتعملها لها. ولما بتروح تاني يوم معاهم الرحلة المدرسية، الكل بينبهر بيها وبجمالها ما عدا سوك، هو الوحيد اللي بيكون مش عاجبه اللوك الجديد. وأثناء الرحلة بتاخد بالها إنه مش بيتكلم معاها زي الأول بعد ما عملت شعرها. وفي آخر اليوم بتتعاون هي وأصحابها وبيعملوا جو رومانسي عشان تعترف بحبها لهيون. الغريب ان هيون كان مبسوط لما شاف المفاجأة اللي هي عاملاها له، وتوقع انها هتعترف له بحبها، لكن وهي واقفة معاه كانت عينيها طول الوقت على سوك اللي ما بيفرقش تفكيرها، وبتلاحظ انه متضايق وسابوهم مع بعض ومشي لانه ما قدرش يتحمل يشوفها مع واحد غيره. فهي قالت لهيون بكل صراحة انها كانت معجبة بيه، وحتى كمان غيرت لوك شعرها علشانه. لكن الغريب وهي معاه دلوقتي في شخص تاني مش فارق تفكيرها وشكلها كده بتحبه، بس هي ما كانتش عارفة. فبيرد عليها هيون وبيقول لها يا بخت، رغم ان انا مش عارفه بس انا غيران منه قوي، وبيمشوا. لكن بعد يومين بيروح المستودع بحجة انه عايز يقرا شوية، بس هو كان رايح عشان يشوفها لانها وحشته، وهي بتستغل الفرصة وبتبقى عايزة تشوف رد فعله هيكون ايه لما يعرف انها ما ارتبطتش بهيون زي ما هو فاهم. والحقيقة ان من الفرحة عينيه فضلت تبربش ويبص شمال ويمين، كان ناقص يقوم يجري في الأوضة ويزغرط. وبعدها بكام يوم بتخلص السنة الدراسية، وبيخرج هو وهي وبيفضلوا يتمشوا لحد ما بيوصلها عند البيت، لكنه مش بيقدر يبعد عنها وبيقول لها ايه رايك نتمشى شويه كمان، فوافقت واخدها وراحوا عند الشط. وهناك اعترف لها انه لما جه هنا اول مره كان ناوي ينتحر، لكن لما شافها وهي بتعوم اتسحر بجمالها ونسي خالص فكره الانتحار، وفي النهايه بيعترف لها بحبه. فهي بتضحك ومش بتقدر ترد عليه من كتر الكسوف، فبيمسك ايدها جامد وبياخدها يوصلها لحد البيت، وهناك بتكون اول قبلة رومانسية ما بينهم. وبعدها بكام يوم هي كمان بتبقى عايزة تعترف له بحبها،
وبتخلي اصحابها يعملوا لهم مفاجأة رومانسية على شط البحر. لكن للأسف وقتها بيجيله تليفون ان امه تعبانة في المستشفى، فبيضطر يسيبها قبل ما يعرف المفاجأة وبيسافر لأمه اللي بيلاقيها في غيبوبة، وواضح من الكدمات اللي في وشها انها مضروبة علقة محترمة. وطبعا بيكون عامل فيها كده هو جوزها الدكتور اللي بيظهر قدامه فجأة، وواضح من شكله انه شرير، وكان بيضربهم ويعذبهم، عشان كده الأم أخدت ابنها وهربت. واكبر دليل على ده ان سوك كان خايف منه او احسن يضربه او يأذي امه، خصوصا ان هم ملهمش حد في البلد دي. وبعد ما فات اسبوع وبنتنا مش لاقيه لا حس ولا خبر من حبيبها اللي اختفى هو وامه فجأة، وكمان قفلوا المحل وعرضوه للإيجار. هنا افتكرت لما في مرة من المرات سمعت جارتهم بتقول لأمها إن جوز أم سوك كان بيضربها ويعنفها، وهو يبقى دكتور كبير في مستشفى بكين. فهي بذكائها ربطت ما بين الأحداث إن أمه محجوزة في نفس المستشفى اللي أبوه شغال دكتور فيها، يعني إذا هما الاتنين في خطر. وعلى طول وبدون تردد منها ركبت القطر وسافرت لهم علشان تنقذهم. لكن لما بتوصل بتتصدم لأنها بتسمع وبتشوف سوك وهو بيعيط زي الأطفال، وبيقول لأمه إن خالته كلمته وقالت له الحل الوحيد دلوقتي هو إنهم يهربوا منه ويسافروا لها على أمريكا، ولو هو ده الحل الوحيد فهو موافق. لكن هو من جوه مش عايز يسيب هنا ويمشي، وبيفضل يعيط بهستيريا لدرجة إن سيها الباب يوجعها عليه وبتعيط على عياطه. وبتخرج من المستشفى من غير ما تخليه يشوفها، وبتفهم إنه مش عايز يسافر علشانها، مع إنه وضعه هو وأمه صعب جدا وحياتهم في خطر، فبتقرر تضحي وتبعد عنه. وبتروح تكلمه من تليفون الشارع عشان تكذب عليه وتقوله إنها مش بتحبه، وبتفضل تعمل تجربة لأن الموقف صعب عليها أوي. وفي أول تجربة بتلاقي نفسها بتعيط وبتقول إنها مشتاقة ليه وبتحبه جدا، وبتقفل الخط بسرعة وبتجرب تاني. وفي المرة دي بقى بتنزل الدموع من عيونها وهي بتقوله إنها فكرت في كلامه وارتباطهم، لقت إن علاقتهم ما ينفعش تكون غير علاقة صداقة وبس، ويا ريت ما يتصلش عليها تاني، وبتقفل الخط في وشه. والولد يا قلب أمه من الصدمة مش بينطق بأي كلمة. وبعد ما بيفوت حوالي شهر على اللحظة المأساوية دي، بترجع بطلتنا سي للمكتبة السرية بتاعتها هي وحبيبها عشان تتفاجئ إنه سايب لها مذكرات حبه معاها، واللي كان مجمع فيها صور كل اللحظات الجميلة اللي قضوها سوا، من هزار وفسح وابتسامات لتصوير الإعلان وحاجات تانية كتير. وبيعترف لها إنه معجب بيها وبيحبها بكل تفاصيلها من أول شعرها والأكل لحد ضحكتها الطفولية الجميلة. وبينهي رسالته ومذكراته بجملة مستحيل تتنسي وهي بحبك يا سي. وبتعدي الأيام وبتفوت الشهور وبتمر السنين، وبنتنا بتبقى حزينة بسبب بعد حبيبها اللي مش قادرة تنساه، لحد ما في مشهد النهاية بتكون بتتمشى وحيدة حزينة على الشط، وفجأة بتلاقي رسالة بتوصل لها من شخص مجهول بيقول لها فيها أنا مبسوط علشان شايفك بخير. فبتقعد تبص حواليها يمين وشمال وشمال ويمين عشان تعرف مين صاحب الرسالة، اللي هو نفسه بيرن عليها بعد لحظات، فبيسمع صوتها ومش بتتكلم. فهي بتكون متوقعة إنه سوك، وفعلا بيطلع هو. والمفاجأة الكبيرة إنه بيظهر قدامها مرة واحدة وهو مبتسم وبيضحك علشان أخيرا شاف حبيبته بعد السنين دي كلها. أما هي أول ما بتشوفه بتبكي بالدموع وبتنهار بدون ما تحس، وبتجري عليه وبتترمي في حضنه زي العصفور البردان اللي ما صدق لقى عش صغير يدفيه. وقبل ما يتكلم هو أي كلمة بتروح هي معتذرة منه وبتقوله أنا آسفة أنا كذبت عليك وعملت كده عشان أبعدك عني عشان مصلحتك لأن كنت خايفة عليك. فقال لها أنا عارف لأن سمعت رسالتك الأولى لما قلت لي إن أنت مشتاقة لي، بس أنت كنت ناسية إن تليفون الشارع بيحتفظ بالرسايل دي. وبيعرفها كمان انه فضل طول الفترة دي يدفع فلوس كتير للتليفون عشان يفضل محتفظ له برسالتها اللي كان بيسمعها من وقت للتاني كل ما يشتاق لها. وفي النهاية بيسألها سي موافقة تبقى حبيبتي؟ راحت حضنه مرة تانية وقالت له طبعا موافقة يا روح قلبي. وجم اصحابهم باقي الشلة وفرحوا لما شافوه لعبوا وغنوا مع بعض. وبعدها هو بياخد حبيبته وبيرجعوا لمكانهم السري وبيقعدوا يقروا كتب رومانسية وروايات مع بعض زي زمان، وبيعيشوا في هنا وحب وسعادة. وبيخلص فيلمنا على كده. سلام.